السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة جديدة من قناة السعودية اليوم. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا بعمل لايك للفيديو. أثارت نائب رئيس التيار الوطني الحر في لبنان مي خريش غضب أمراء آل سعود، وذلك بعدما فضلت إيران على المملكة في السياسة. وقالت خريش خلال مقابلة على صوت بيروت: عندي تجارب ومخبريني وكذا، الدولتين أنا أكيد لم أزورهم، تسألني في السياسة؟ في السياسة يمكن بعد لا أختار إيران. نعم. وعلى إثر هذا الاختيار شن الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد هجوما على السياسية اللبنانية، وقال في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: هذا يوم حزين لنا كسعوديين، احفظوا هذا التاريخ 10 من أكتوبر. مي خريش اختارت إيران ولم تختر السعودية. إخواني، أعلم أن الخطب فادح، ولكن بتكاتفنا سنتجاوز هذا المصاب الأليم. أما الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود فقال: اختيارك يا مي خريش لإيران نتيجة طبيعية ومنطقية أمام حالة الفساد المالي والسياسي عند النخب السياسية المتحالفة مع حزب الله، وذلك من أجل مصالحها الشخصية التي أوصلت لبنان إلى حافة الانهيار والانفجار. ستختاري إيران لأنك ستذهبي إلى تطويع السياسة، إما بالسلاح أو المال الذي يأتي لكم من إيران. فيما اكتفى الأمير سعود بن عبد العزيز بالتعليق: عنز الحي تحب التيس الغريب. من جانبه قال نائب التيار الوطني الحر إلياس بوصعب إن كلام خريش يمثلها شخصيا ولا يمثل موقف التيار، مؤكدا تأييده الالتزام بالمظلة العربية وبعلاقة الأخوة اللبنانية العربية التاريخية. ويشهد لبنان صراعا قويا بين السعودية وإيران، فالأخيرة تدعم حزب الله القوة السياسية ذات الثقل العسكري، فيما تدعم الرياض الحكومات السابقة على رأسها سعد الحريري الذي يحمل جنسيتها. أعلن المؤتمر الافتراضي الثاني للمركز العربي للإعلام السياحي في السعودية عن قرار جديد بشأن إلغاء التأشيرات، وأوصى المؤتمر بإلغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية وخفض الضرائب على المسافرين ووضع بروتوكول موحد للسياحة العربية. وقد شدد المؤتمر على ضرورة تشجيع السياحة الداخلية وزيادة حملات التسويق السياحي العربي المشترك، وذلك لدعم تعافي قطاع السفر والسياحة عربيا وإعادة النشاط السياحي. من جهته قال مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة في الإمارات محمد خميس بن حارب المهيري إن الإمارات تعاملت باحترافية عالية مع جائحة كورونا، وأثبت القطاع الصحي كفاءته العالية خلال الأزمة، ما أسهم في تجنب خسائر فادحة لقطاع السياحة. وكانت السعودية قد أعلنت في 27 سبتمبر أيلول 2019 بدء العمل بالتأشيرة السياحية وفتح أبواب المملكة لدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة، من بينها 38 دولة أوروبية، ويتيح ذلك النظام دخول المملكة بتأشيرة ذات إجراءات ورسوم بسيطة. وأوضحت الحكومة السعودية أن ذلك النظام جاء لتحفيز السياحة بالسعودية والعمل على نمو القطاع السياحي السعودي. أعلنت إمارة منطقة عسير السعودية عن إيقاف 15 راقيا بعد رصد تجاوزاتهم ضوابط الرقية الشرعية التي تنتشر كمهنة على نطاق واسع في البلاد، وتثار كثير من الانتقادات والجدل حول من يمارسونها. والرقية الشرعية هي قراءة آيات قرآنية وعبارات دينية على شخص يعاني من مرض نفسي أو من السحر والعين وحتى الأمراض العضوية، طلبا للشفاء من الله سبحانه وتعالى. وقالت إمارة عسير في بيان لها إن أمير المنطقة تركي بن طلال وجه بإعادة تشكيل اللجنة المركزية للرقية الشرعية والطب الشعبي في الإمارة بعد رصد عدد من التجاوزات صدر على إثرها إيقاف 15 راقيا في المنطقة وأخذ التعهدات على آخرين بتلافي الملاحظات مستقبلا. ولم يكشف البيان عن طبيعة تجاوزات الرقاة الموقوفين، لكن رئيس اللجنة المركزية للرقية الشرعية والطب الشعبي في عسير الدكتور حجر بن سالم العماري دعا الرقاة للالتزام بضوابط الرقية الشرعية التي تتضمن منع الراقي من لمس النساء التي يرقيهن بشكل قطعي. وقال العماري إن ضوابط الرقية الشرعية الواردة في الأوامر السامية الكريمة تتضمن منع غير السعوديين من مزاولة الرقية والطب الشعبي،
ومنع كل من يثبت تعاملهم بالسحر والشعوذة والكهانة وإحالتهم للقضاء، إضافة إلى تلافي أي أذى ينتج عن الرقية، ومنع الإعلانات الخاصة بالرقى، إلى جانب شرط مرافقة أحد محارم الراقي له عند رقية النساء وعدم لمسهن مهما دعت الحاجة، وحفظ القرآن وتوفر الصلاح في مزاولة المهنة، وأن يكون الراقي سليما من أي مرض معدي. ويمكن لأي شخص أن يرقي نفسه وهو الأصل في الرقية وفق كثير من التفسيرات الدينية الشائعة، لكن كثيرا من الناس في السعودية وحتى خارجها يلجؤون لأشخاص عرفوا كرقاة شرعيين، ويقدم كثير من الرقاة خدماتهم بمقابل مالي يبدأ من 200 ريال، أي ما يعادل 53 دولارا للجلسة الواحدة، إذ قد يطلب بعضهم من الأشخاص الذين يلجؤون إليهم الخضوع لأكثر من جلسة رقية، في حين يبيع بعض الرقاة لزبائنهم زيوتا أو مواد مختلفة يقولون إنها تساعد على الشفاء من شكاوى أولئك الزبائن. وشهدت السعودية مخالفات متنوعة للرقاة وصلت في بعض الحالات إلى التحرش، وتفرض القوانين السعودية عقوبات تعزيزية تشمل السجن والجلد لمن يخالفون ضوابط ممارسة الرقية الشرعية ويواجهون شكاوى من زبائنهم. تسلم أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز، نقلها الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي. واستقبل الأمير نواف بقصر السيف اليوم الأمير تركي الذي حمل رسالة من الملك السعودي تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتنميتها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتضمنت الرسالة كذلك آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب دعوة أمير الكويت لزيارة المملكة العربية السعودية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا أن أمير البلاد الشيخ نواف الصباح أعرب خلال اللقاء الذي حضره وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح عن سعادته بقبول وتلبية دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز. وأضافت الوكالة الكويتية أيضا أن الوزير السعودي قدم رسالة خطية أخرى من ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان تضمنت دعوة أمير الكويت لزيارة المملكة. كشف صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن تعديلات جديدة في ضوابط برنامج دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص، تضمنت منح المنشآت والشركات التي توظف السعوديين مزيدا من الدعم المالي لمساندتها في دفع أجور أولئك الموظفين. وتضمنت التعديلات الجديدة في ضوابط الدعم خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم من 4000 ريال إلى 3200 ريال، ما سيتيح استفادة مزيد من الموظفين السعوديين من البرنامج ويدفع بالشركات التي توظفهم للتمسك بهم. وكذلك احتساب دعم إضافي بنسبة 10% لعدة مهن مستهدفة أخرى لم يتم تحديدها، إضافة إلى شمول الموظفين الذين تم توظيفهم من 1 يوليو تموز 2019 في البرنامج. ووفق بيان للصندوق نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، سيبدأ صرف الدعم للمشمولين من تاريخ تسجيلهم في البرنامج. ويدعم برنامج دعم التوظيف أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بمنشآت القطاع الخاص كافة بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة 2 على ألا يتجاوز راتب الموظف المدعوم 15,000 ريال. كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن كافة عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف أو 3000 ريال أيهما أقل. وأجرت السعودية عدة تعديلات على البرنامج منذ إطلاقه العام الماضي، لا سيما بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، وتأثرت منشآت القطاع الخاص بإغلاقات طويلة الأمد بهدف تقديم مزيد من الدعم النقدي للقطاع وحث الشركات على التمسك بالموظفين السعوديين.